لنشر خير فانصرنا يا مولانا، لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا. جئنا لنشر خير فانصرنا يا مولانا، لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا. من حنينا أو ركعنا، من حنينا أو ركعنا، لبيك ربي روحي وقلبي، لبيك ربي روحي وقلبي. عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، نستمر معكم في مشروعكم، مشروع رياض الجنة، الذي تديره مقرة طريق الإيمان بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذه المحاضرات الأسبوعية في هذا المسجد المبارك. واليوم نقف مع شخصية من الشخصيات الإسلامية التي خلدها التاريخ، شخصية هي من أعظم الشخصيات التي مرت على هذه الأمة المباركة. قرر ذلك الرجل في فترة من الفترات بقوله: من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إنها شخصية ليست كبقية الشخصيات، ورجل ليس كبقية الرجال. هذا ما سيتناوله فضيلة الشيخ الداعية نبيل العوضي عن الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلنتفضل نسمعه مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. في هذا الزمن خصوصا نحن بحاجة إلى أن نعرف سيرة الصديق. في زمن الفتنة وزمن الشهوات والشبهات وكثرة أهل البدع والأهواء، نحتاج إلى أن نعرف ديننا، نعرف الذين تلقوا هذا الدين وحملوه ونقلوه إلينا، نعرف خير هذه الأمة وأفضلها. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن ننجو إلا إذا سرنا على ما ساروا عليه. قال: ستفترق هذه
النبي وأبو بكر وعمر وعثمان سادات هذه الأمة ركبوا على الجبل فاهتز الجبل، فقال النبي اثبت محمد اثبت، فإنما عليك نبي وصديق، سماه الصديق وشهدان. سوف نعرف حادثة أكدت هذا الاسم. وسمي أبو بكر أيضا أواه، كان رقيق القلب كثير البكاء، ولهذا سمي أواها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبوه يلقب بأبي قحافة وأمه تسمى أم الخير. تزوج 4، 2 قبل الإسلام و2 بعد الإسلام، ورزق من الأولاد 6، 3 من الذكور و3 من الإناث. من الذكور محمد وعبد الرحمن وعبد الله، أسماء سهلة طبعا. ومن البنات أسماء وأم كلثوم وعائشة الصديقة بنت الصديق. عاش أبو بكر الصديق حياته قبل الجاهلية صاحبا لرسول الله، صديقا له. تخيل في نفس العمر تقريبا، نشأ في نفس البيئة، في نفس الحي، في نفس المكان، ترعرع على الإسلام، يصحب أحدهما الآخر. وما شرب أبو بكر خمرا قط في جاهلية ولا إسلام، حرم على نفسه الخمر حتى قبل الإسلام لرجاحة عقله وسعة فهمه، فهو صديق هذه الأمة. كل الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، كل الناس كانت متكبرة وتردد، حتى السابقون كانوا يسألون قبل الإسلام، يستفسرون فيسلمون، إلا أبو بكر لم يتردد قط. لما جاءه النبي فقال له بعثني الله، آمن به مباشرة بلا تردد. والذي جاء بالصدق رسول الله، والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر، أولئك هم المتقون. أبو بكر الصديق أول رجل في هذه الأمة دخل في دين الله جل وعلا. علي أول صبي، كان صبيا صغيرا رضي الله عنه علي، وخديجة أول امرأة، وبلال أول العبيد، وأبو بكر أول الرجال دخولا في هذه الأمة، فهو من السابقين الذين قال الله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. كيف لا نرضى عن رجل رضي الله عنه؟
ترجح الإمام أبي بكر، إنه أبو بكر صاحب النبي قبل الإسلام وبعد الإسلام، وراح نعرف في الحياة وبعد الممات، فما دفن إلا بجوار حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. إنه صاحب النبي، ما تردد بالإسلام أبدا. أول ما دخل بالإسلام أول ما فكر ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ تبرع بماله كله لرسول الله، حتى كان النبي لآخر حياته يقول ما نفعني مال أبي بكر. في مثل أبو بكر في الأموال، يعني لما تصدق كان الإسلام بحاجة أمواله. ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر. وكلما قال النبي هذا الكلام قال أبو بكر يرد عليه يا رسول الله هل أنا ومالي إلا فداء لك يا رسول الله؟ إحنا شنو فلوسنا؟ شنو حياتنا؟ شنو أهلنا؟ كلنا فداء لك يا رسول الله. كان لآخر أيامه يذكر فضل أبي بكر. ذهب أبو بكر بداية الإسلام السر، يذهب يدعو إلى الله جل وعلا، واحد ورا الثاني، يدعو واحد ورا الثاني. دعا في البداية 5 أسلموا كلهم من المبشرين بالجنة. في ميزان من؟ أبو بكر. ها هو عثمان، من الذي دعا؟ ذي النورين، أبو بكر الذي اشترى الجنة بماله. خليفة الراشد في ميزان من؟ أبي بكر الصديق. سمعتم بسعد بن أبي وقاص في ميزان من؟ ارمي فداك أبي وأمي. ما جمع النبي فداء أبيه وأمه إلا لسعد بن أبي وقاص البطل الأسد. في ميزان من؟ أبو بكر الصديق. طلحة، وما أدراك ما طلحة، شهيد يمشي على الأرض مبشر بالجنة، أحد ال10 في ميزان أبي بكر. الزبير بن العوام لكل أمة أمين وأمينه، بل حواري رسول الله الزبير بن العوام. عبد الرحمن بن عوف، بل عبد الرحمن بن عوف التاجر الذي تصدق بماله في سبيل الله، البطل المجاهد. في ميزان من؟ أبو بكر الصديق. وكلما خرج جاء ببطل من أبطال الإسلام أدخله الدين بدعوته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. عرفوا يطعنون بمن؟ إن الطعن بأبي بكر طعن بسادات الإسلام. إن الطعن بهذا الرجل والتشكيك به تشكيك بالإسلام كله. فأكبر سادات الإسلام دخلوا الدين على يد هذا الرجل أبو بكر الصديق البكاء. أول ما بدأ بالإسلام السر تضرب. ليش احنا خايفين؟ شاف النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام يخلقه عقبة جاء النبي في بداية الدعوة يخلق رسول الله بجنبه، رجل خبيث يخلق النبي. من تجرأ في السر الآن الدعوة؟ من تجرأ أن يدفع عقبة عن رسول الله إلى أبو بكر؟ ذهب فدفع عقبة ودفع المشركين، ثم صاحب الناس أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فانكب الناس على أبي بكر يظلمونه. هذه المقولة لمن؟ أتقتلون رجلا؟ من قالها بالقرآن؟ من؟ مؤمن على فرعون لما أراد قتل موسى، الله يقول وقال رجل مؤمن من أهل فرعون يكتب إيمانه. من أفضل؟ مؤمن على فرعون اللي الله ذكر قصته ولا أبو بكر؟ بلا شك أبو بكر الصديق خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. ذاك رجل كتب إيمانه، أما أبو بكر فهو رجل أظهر إيمانه ودفع الناس عن رسول الله. استأذن النبي أن يخطب، قال يا أبو بكر
جاءت نعنع بالخشب وأخذ يضرب بها وجهه حتى سال الدم على رأسه وما يدرى وجهه من قفاه من الدم اللي عليه. وقال الناس مات الرجل. فجاءت بنو تيم قوم أبي بكر مشركون لكن أخذتهم الحمية ونبذا، فجاءوا مسرعين ودفعوا العتبة ودفعوا الناس وأخذوا أبا بكر لا يتحرك، أغمي عليه ليس به حركة. فأقسم بنو تيم أن لو مات لنقتلن عتبة وكعبة. فحمل في النهار إلى دار أمه وكانت مشركة ما أسلمت، فجلست عند رأسه فلم يفق حتى الليل. فلما فتح عينيه والدم يسيل فرحت أمه وقالت يا بني أنت حي، كل شيئا واشرب شيئا. فكان أول كلمة قالها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول سؤال ما قال إيدي مكسورة ولا رجلي مكسورة ولا يصافيني، هو ما يحمل نفسه، هو يحمد ربه أن أحياه الله ليسأل عن رسول الله عن حبيبه. قال ما فعل رسول الله؟ قالت كل وأسأل لك عنه. قال والله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله. وهي ما تدري وين أعرف. قالت وكيف لي أن أعرف؟ قال اذهبي إلى أم جميل تجيبك. واحدة كتبت إمامة خايفة. فلما جاءت أم طفيل أم أبي بكر لك مشركة ذهبت إلى أم جميل تسألها عن رسول الله، فقالت المرة الخلفة. قالت وما رسول الله؟ ما أعرف. خافت أن الأمر استخبار عنها. قالت ما رأيك أن تأتي إلى بني تعالى؟ فدخلت أم جميل على أبي بكر فلما رأته بكت من الدم اليسير، من الجروح، من الضرب. قالت إن قوما فعلوا هذا بك لقوم فجار ما فيهم رحمة. ماذا فعلوا بك يا أبا بكر؟ قال كيف رسول الله أجيب؟ قالت أمك هنا. قال لا عليك منها، يعني أمني لا عليك من والدتي، كيف رسول الله؟ قالت هو بخير حال. فقالت الأم يا بني الآن كل محمد بخير الآن كل. قال والله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى. فانتظروا حتى تهدأ الأرجل ودخل الناس بيوتهم بالليل. فحملته أمه وأم جميل حملا رجلاه تخطان في الأرض ودمه يسيل
لما حدثت حادثة الإسراء جاء المشركون يشككون الناس، سمعتم ما يقول محمد؟ وتشكك بعض الضعفاء وتردد الناس بالتصديق. الأمر صعب، ترى ما عندي شيء عدل مثل ما يفعل العلمانيون اليوم والليبراليون في الجرائد، يأتون ببعض الآيات والأحكام الشرعية ويأتون ببعض العلوم الناقصة أو بعض مظاهر الحضارة الكونية ويضربونها بالآيات يشككون الناس في دينهم. هذا الليبراليين اليوم. علمانيون إذا أرادوا أن يشككوا الناس جاءوا ببعض الأشياء في ظاهرها التعارض ولا في عملها ما فيها تعارض، لكن المسكين الضعيف يتشكك. شهر تروح بيت المقدس وشهر ترجع وتقول لي أنا ساعة رحت ورجعت، ما في طائرات، ما في سيارات، ما في قطارات، ما في شيء. شهر في الذهاب وشهر في العودة، ويأتيهم يقول ساعة رحت وجيت. فلما جاءوا لأبي بكر والصديق قالوا له هذا ما راح يسأل، ما راح يتأكد، حتى ما راح لرسول الله يسأل أنت قلت ولا ما قلت. أبو بكر الصديق خلاص قال إن كان قالها فقد صدق. شفيكم أنتم مجانين؟ ما يقول شيء إلا صدق. إن كان قالها فقد صدق، إني أصدقه بأكبر من هذا. قالوا بما؟ قال أصدقه بخبر السماء يأتيه وهو بيننا، يأتيه الوحي وهو جالس من فوق السماوات السبع. ما أصدق راح بيت المقدس ورجع، فأنزل الله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ازداد الرفيق على أهل مكة فقرر أبو بكر الهجرة. يا خلاص أسيح في الأرض أدعو إلى الله. خرج في الطريق رآه مشرك اسمه ابن الدغنة، أحد المشركين من سادات قريش. قال يا أبا بكر أين تذهب؟ ما رأيك؟ قال أسيح في الأرض مهاجر، فإن قومي منعوني أن أعبد ربي. قال والله، شوف المشرك يقول والله إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، أنت خسارة القوم. يا ريت ابن الدغنة اليوم يكلم بعض البشر مثله يفهمهم من أبو بكر وهو جاهلي، يقول إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذا صفات منهم. النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانت منه خديجة نفس الشيء بالضبط، صاحبه المرء على دين خلقه. قال أنت مستحيل تخرج. قال والله إنك في جواري أنت معي، يعني في خير قلبك، ارجع. رجع وإذا ابن الدغنة يأتي إلى الكعبة ويطوف حولها، ثم يأتي لكفار قريش ومعه أبو بكر. قال يا قوم إن أبا بكر أراد الهجرة، كانه القصة وهو اليوم في جواري، يعني اللي يعتدي عليه وجاء بعياله أولاده وكل واحد حامل سيفه مشركون، ووقفوا عند أركان الكعبة في صحن الحرم يبيع من الجهاد القتال وهو مشرك دفاعا عن أبي بكر الصديق. قال من مسه فقد مسني. خافوا
يسمعون قراءته. فيا الله كم دخل من السابقين من المهاجرين الإسلام على يد أبي بكر لقراءته القرآن. ذلك الرجل الأسير يقرأ ويبكي. قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدأ الصحابة بالهجرة من مكة إلى المدينة، وكلما أراد أبو بكر الهجرة النبي يقول له لا أصبر يا أبا بكر لا تهجر. وكل مرة يأتي أبو بكر الهجرة يا رسول الله، الهجرة يا رسول الله، نطلع ويقول لا أصبر يا أبا بكر. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقت الظهيرة. تقول عائشة كانت صغيرة ترى، عائشة تقول أنا ما وعيت، يعني ما أذكر وأنا صغيرة إلا وأبي وأمي على الإسلام. تقول فدخل النبي على غير عادته، ما كان معتاد يأتي هذا الوقت. فلما دخل شاف أبو بكر وعائشة صغيرة قال أخرج ما عندك في سر قبرك. إنما أبو بكر ما في إلا البنت الصغيرة عائشة. قال إنما أهلي يا رسول الله، لا تشيل منها، بنت صغيرة وضامنها أبو بكر. فقال ما الخبر؟ قال قد أذن لي بالهجرة. حين أبو بكر خايف من الخبر الثاني. طيب الحمد لله الصحبة، يعني أنا معك. قال الصحبة يا أبا بكر. فانفجر أبو بكر يبكي. البنت تقول والله ما ظننت أحدا يبكي من الفرح إلا لما رأيت أبي يبكي في ذلك اليوم. يبكي علشان شنو؟ يبكي أنه سيحمي النبي في هجرته. يبكي لأنه من شدة الفرح اختاره الله في أخطر رحلة في تاريخ هذه الأمة. يبكي لأنه لن يدع حبيبه لوحده في تلك الرحلة الخطرة. يبكي أبو بكر من شدة الفرح، ثم يبدأ بتجنيد أهله. عبد الرحمن ولده إلى الآن ما أسلم. تعالي يا أسماء، كل واحد له دور. عبد الرحمن له دور، أسماء لها دور، أجيره له دور. دابته من الآن يجهزها ويعرفها لذلك اليوم الموعود الذي أذن الله فيه لنبيه أن يخرج تلك الرحلة التي غيرت تاريخ هذه الأمة. الرحلة متطلبة لطلبات جاءت فلوسها كلها، ما ترك الأسماء ولا العائشة ولا أولاد البقية ولا درهم ولا درهم، فلوسها كلها جعلها لرسول الله في الهجرة. يمكن نحتاج شيء في الطريق، نحتاج شيء في المدينة، نحتاج شيء هناك. طيب أهلك ما تركت لهم يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. ومن الناس من يشري نفسه، باع نفسه، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. جاء اليوم الموعود وخرج النبي مع أبي بكر في تلك الليلة وذهب إلى غار ثور. فلما اقترب من الغار قال أبو بكر لرسول الله تفضل يا رسول. قال ما تفعل؟ قال أتحسس إلى الغار الذي يشوف شنو في داخل بالليل. الغار في حيوانات، في حوارات، في دواب. دخل فتش الغار ما رأى شيئا، فإذا به يرى جحرين فقط، جحرين في الغار. نزع شيئا من ثيابه وغطى جحرا، وما وجد شيئا يغطي الجحر الآخر، فوضع رجله يغطي الجحر الثاني. ودخل النبي معه في الغار، ووضع النبي رأسه على رجل خليله وحبيبه وصاحبه، هما ثاني اثنان. وضع النبي رأسه على رجل أبي بكر ونام النبي في كنف من؟ في كنف حبيبه، في كنف صاحبه. وإذا بالجحر الذي وضع أبو بكر رجله به تنزعه دابة من دواب الأرض. لسعت أبو بكر لكنه ما تحرك.
استيقظ النبي فرأى أبا بكر دمعت عيناه. قال ما الخبر؟ قال لا شيء إلا أن شيئا لسعني يا رسول الله. يعني ما شيء، يعني حي عجبا قنوت، لكن ما يستيقظ النبي من نومه. قال ألم رجلك؟ فنظر النبي إليها فرآها ونفث عليها فبرئت كأن لم يكن بها شيء. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. الله نصر الأمة بعد اثنين. الله نصره ثاني اثنين، واحد من اثنين. الله يكون صاحبه. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وصل المشركون 3 أيام كانوا في الغار. ابن عبد الرحمن كل ليل يجيب لهم الأخبار، أخبار قريش، ويأتي يمسح آثار. يأتي صاحب الغنم ابن ريبط أو غيره يمسح آثار مشي عبد الرحمن، كل يوم يجيبهم أكل ويأتيهم بالأخبار. أما أسماء اللي صنع عندهم الزاد سميت ذات النطاقين بنت أبي بكر. ليش؟ لأن عندها حزام تبي تربط الأكل، ما وجدت شيئا تربط به الخرقة اللي فيها الأكل، فشقت نطاقها نصفين حزامها، ولبست نطاقا والآخر ربطت به الأكل فسميت ذات النطاقين. أسماء تشتغل، عبد الرحمن يعمل كل شيء، كل أسرة أبو بكر في خدمة رسول الله. 3 أيام خطوة حتى وصلوا إليه، حتى وصلت الفرسان أرادوا المكافأة إلى الغار، فإذا بأبي بكر يخاف. لم يخف على نفسه فقط، لكن خاف على حبيبه صلى الله عليه وسلم، فخاف. قال ما لك يا أبا بكر؟ قال لو نظر أحدكم إلى قدمه لرأى، بس لو نزل راسه بس، المغارة منسكرة صغيرة، اللي شاف يده، بس لو الواحد نزل راسه يشوفه. فابتسم النبي وقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الله أكبر، هذا أبو بكر الصديق. ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ هما في الغار. تخيل 3 أيام ما حديثهما، ما كلامهما، ما همسهما، كيف كانت عبادتهما، كيف كان يجلس رسول الله 3 أيام وهو في الغار. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. ثاني اثنين، هذا أبو بكر في طريقه إلى المدينة. أحيانا كان أبو بكر يمشي في المقدمة، الرسول ينتبه، وأحيانا يشد خلفه. قال ما لك يا أبا بكر؟ مرة أمامي مرة خلفي، خايف. قال يا رسول الله أتذكر الرصد، يعني أشوف مكان مرتفع أخاف أن يكون في أحد مترصد لنا فأسير أمامك، وإذا في مكان مرة يتخفى فيه الأعداء يقول وأتذكر المرة فأسير خلفك، مرة أمامه ومرة خلفه، لأنه ضحى بنفسه من أجل رسول الله. لما وصل صراخة إليه قال يا رسول الله أدركنا. قال ما عليك يا أبا بكر لا تخف إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه، الله يكون صاحبه، خليله، حبيبه. أنت لو طعنت بصاحبي طعنت فيني، إذا طعنت بخليلي طعنت بي، لأن المرء على دين خليله. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يوم من الأيام أبو بكر وعمر صار بينهم خلاف، زعل. أبو بكر ويا عمر، شوف جبلان خير الأمة بعد النبي، صار بينهم زعل بشر. أبو بكر ذهب إلى عمر يتأسف، فما وجد عمر، فلما رأى حاول أن يعتذر. عمر لا زال دخل على خاطر، فلما ذهب أبو بكر تراجع عمر راح يدور على أبي بكر.
ذهب إلى النبي أخبره الخبر فتبعر وجه النبي غضب. صح هذا عمر لكن هذا أبو بكر حمد. فتبعر وجه النبي حتى جثى أبو بكر خاف. جثى أبو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم يعني أنا اللي كذبت، أنا مخطئ عشان هدي النبي. فذهب النبي إلى عمر وعمر وصل إلى النبي يدور على أبي بكر يعني يعتذر منه. فلما رآه النبي وكان غضبا قال بعثني الله إليكم فقلتم كذبت. فقال أبو بكر صدقني أبو بكر وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. الله أكبر. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. خلوا صاحبي لي أنا لا أحد يتكلم عليه. تخيل لو كان النبي الآن يعيش بيننا ويرى أولئك الذين يطعنون بصديق هذه الأمة أو بابنته المطهرة المبرأة من فوق 7 سماوات، ماذا سيقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي. يوم من الأيام يستيقظ الصباح يسأل من أصبح منكم اليوم صائما؟ يقول أبو بكر حين لازم يجاوب السؤال حسن. قال أنا يا رسول الله. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أنا يا رسول الله. من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أنا يا رسول الله. كل يوم بداية صباح صدقة صيام جنازة مريض. ولو استمر النبي السؤال لقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام والله ما اجتمعت في مؤمن قط إلا وجدت الجنة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الله عنهم بالرضوان والجنة. يقص النبي عن الصحابة قصصا يخبرهم بغيبيات حتى بدأ يصف لهم أبواب الجنة. شوف الآن الصحابة جالسين قال لهم الجنة 3 أبواب. من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة لكثرة الصلاة. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة في باب اسمه الصدقة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب القيام. كل باب لأناس. فقال أبو بكر يسأل قال يا رسول الله ما على أحدنا من ضرورة يعني ما على ضرر إن دعي من تلك الأبواب. شوف هم أبو بكر ما يقول أنا ما قال أنا ودي أدعى من تلك الأبواب. لا اللي يدعى من تلك الأبواب هذا بعد ما يخاف عليه ما على من ضرورة يعني ما على ضرر. فهل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ في واحد أبو بكر ما يرضى أي جنة. أبو بكر يسأل عن اللي فوق. أبو بكر يبحث عن المراتب همة عالية. هل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبو بكر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أول الناس دخولا الجنة في هذه الأمة من؟ أبو بكر. ليش؟ يقول الصحابة أبو بكر ما سبق الناس لكثرة صلاة وصيام. لا ما كان فقط يكثر من الصلاة والصيام. لا بشيء وقع في الصدر في القلب. قلب سليم صدقه العلم. تبي تعرف القلب السليم شلون؟ شاف طيب يوم من الأيام وغير بكى. قالوا ليش تبكي؟ قال يا ليتني كنت طيرا. يا ليتني الله خلقني طير بعد البشر في الجنة. قال يا ليتني كنت طيرا. قال ولمن؟ قال يطير على الشجر ويأكل من الثمر ثم يموت ولا حساب ولا عذاب. أولئك يسارعون
أبو سفيان قبل إسلامه في معركة أحد الوضع صح قتل من قتل من الصحابة، وللعلم أبو بكر ما تخلف عن معركة ولا مشهد قط، ما تخلف عن رسول الله بكل المشاهد. أبو بكر كان مع النبي في أحد، فلما انتهت المعركة لم انتصر أحد، لكن قتل من الصحابة من قتل، سفكت الدماء حتى النبي جرح. قام أبو سفيان يسأل عن من؟ ثلاثة: إن ماتوا انتهى الإسلام، وإن بقي أحدهم بقي في الإسلام قوة. أبو سفيان سأل عن من؟ أولا: أفيكم محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجب واحد. ثانيا: أفيكم أبو بكر؟ ثالث: من أفيكم عمر؟ كلهم يعلمون قدر أولئك الثلاثة في هذا الدين، بأنهم عماد هذا الدين، بأنهم بهم حمي الإسلام وحوزته وانتشر في أصقاع الأرض. حمى أبو بكر الدين بعد ما سنعرف بعد موت رسول الله بحروب الردة. لولا وقفة أبي بكر لربما لم ينتشر الإسلام أبدا. أبو بكر الصديق
يرضوا إلا بكلمة أبي بكر. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وانظروا لفقهه قرأ قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال الآية فهدأ الناس وتجمع الناس على أبي بكر الصديق، فلما دفن النبي بعد يومين لم يبقى أبو بكر بالخلافة. رشح عمر، رشح أبا عبيدة، رشح الناس، جلس في بيته يبكي، وأصر الصحابة عليه بالإجماع. ما كان في أحد يستطيع أن يتولى الناس إلا أبو بكر، وإذا بهم يجمعون عليه فجلس في بيته يبكي. قال يا عمر لا أريدها، يا عمر لا أريدها. فقال عمر ابن الخطاب والله لا نقيلك ولا نستقيلك، خلاص الأمر انتهى حتى علي رضي الله عنه. ومن يزعم اليوم أن علي أو فاطمة أو غيرها مرضوا بخلافة أبي بكر كذب. بل كان علي من خيرة الرعية في عهد عمر وأبي بكر. حتى فاطمة اللي يقول حادثة كسر الضلع وأبو بكر دش عليها وكسر ضلعها كلها تزويد. فاطمة بعد النبي ب6 شهور ماتت رضي الله عنها، ومن مصيبتها بأبيها كانت تجلس في بيتها وتضرع. أما الورث ورث رسول الله، الأرض التي خلفها النبي، أبو بكر ما خلاها حقا. أبو بكر قال هذه، لأن الحديث واضح نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وعلي يعرف الحديث وفاطمة تعرف الحديث. هل فاطمة أرادت المال لأجلها؟ لا، فاطمة وعلي وغيرهم أرادوا أن يتكفلوا بهذا الورث، هم ينفقون منه على الفقراء والمساكين يشرفوا عليه. لكن أبو بكر رأى أن الأمر هذا منوط بالولاية العامة، أنا من بعدي هم يتكفلون بتوزيع المال على الفقراء والمساكين. خلاف عادل، وما صار خلاف أصلا بين أبي بكر وهذا البيت، حتى كان يقول لقرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل من قرابتي، يعني أولاد النبي وأهل النبي أولى من أهلي وقرابتي. ارتد الناس، ارتدت العرب، ظهر النفاق، وكان جيش أسامة يروح. عمر وبعض الصحابة ترددوا، قال أبو بكر يسير الجيش. يا الصحابة حق عمر حق أبو بكر، يا أبو بكر خلي الناس الجيش جالس. قال لا والله لو رأيت الكلاب تجر أزواج النبي وبنت معهم جرا ما أوقفت جيشا أرسله النبي ولا حللت عقدا عقده النبي. ما يصير، النبي رفع عقد ورفع راية لا أوقفها، يصير الجيش. فلما صار الجيش والقبائل المرتدة شافت الجيش كلها خافت، قذف الله في قلوب العرب والرعب بمسير الجيش أسامة. ثم رجع أبو بكر إلى المدينة يحمل سيفه، وكان الناس يلا القتال. قالوا تقاتل من؟ قالوا قاتل المرتدين. قالوا يشهدون الشهادة. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يعني ما أدفع الزكاة. قال والله لو منعوني عنابا دابة حقيرة يعدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها. فكان لقتال المرتدين أعظم الأثر في حفظ الإسلام وحمايته. لولا أبو بكر لضاع الإسلام في ذلك اليوم. 2 وبضعة شهور ما نتكلم عن حروب الشام التي سيرها وحروب العراق التي فتحها. 2 وبضعة شهور لما صار عمره كعمر النبي 63 عاما بلغ أبو بكر مرضا شديدا، فجاءه الناس يعودونه. فلما جاءه بعضهم قالوا يا أبا بكر هلا ناديت الطبيب؟ قال الطبيب أراني. قالوا ما قال الطبيب؟ قال يقول إني فعال لما أريد. خلاص اللي يريده الله مرضى. أنا دخلت هذا الاستقامة. دخلت عليه عائشة آخر الأيام، قال يا عائشة، أبو بكر أسأل بنته، قال لها يا عائشة بما كفلتم رسول الله؟ قال 3 أكثر بيض سحورية. فشاف في غرفة شافه قديم، قال خذي هذا وأضيفي عليها ثوبين شيء 3 وكفنيني كما كفلتم رسول الله. قالت عائشة هذا الثوب قديم نأتي لك بجديد. قال لا، الحي أولى بالجديد، إنما هو للمهلة. حين رايحين إلى يوم القيامة كفنوني بهذا. ثم سألها أي يوم
وصل عمره كما يغني الثواب عن الفتى. إذا حشر يتم الرضا من الصدور فقال لها بل قولي يا عائشة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قبض الله أبا بكر صديق هذه الأمة ودفن عند حبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيرة عطرة، تاريخ عظيم، تركت في ثناياها بعض القصص وبعض العبر بضيق الوقت. والله لو قضينا ساعات وساعات في سيرة هذا الصديق وهذا الجبل لما اكتفينا ولما ارتوينا. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبصديق هذه الأمة وبالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جنات النعيم. وأشكركم على حسن الاستماع والإنصات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختام هذه المحاضرة تقدم الشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ المشرف العام على مشروع رياض الجنة الشيخ نبيل علي العرضي على هذه المحاضرة الطيبة المباركة، ولكن نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن تكون في ميزان حسناته وميزان حسناتكم أحبابنا وأخواتنا الفاضلات. نذكر أن ضيفنا في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يكون فضيلة الشيخ سلطان عتيبي المزدر من المملكة العربية السعودية. إلى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم بالخير والصلاة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا.